ليش فجأة صرنا ننسى كثير؟ يعني بتقوم لتجيب الشغلة وبتنسى ليش قمت بالأساس. بتفتح الموبايل وبتوقف نص الطريق وبتسأل حالك شو كنت بدي أنا؟ يا ترى هاد طبيعي ولا في شي غلط عم يصير بعقولنا؟ مرحبا من جديد، معكم ورد المعري. شغلتك اليوم أعطيك معلومة ببساطة. النسيان مو دايما مرض، بس في أسباب عم تخلي ذاكرتنا تضعف أكتر من قبل. وأكتر شي شائع بين هالشعب قلة النوم. المخ ما بيقدر يخزن معلومات إذا ما ارتاح كفاية. أما عن السبب الثاني فهو كثرة التوتر والقلق، خصوصي بهالزمن الصعب. القلق بشوش التركيز، وبدون تركيز ما في ذاكرة أبدا. وأما عن السبب الثالث والرابع وهو الأخطر، الإدمان على الموبايل والمحتوى السريع مثل الريلز والشورت. المعنى أنه مخنا تعود على التمرير، ما عاد عم يخزن شي بجدية أبدا. أما عن السبب الرابع فهو نقص الفيتامينات مثل بي 12 أو أوميجا 3. طيب إذا نحن عم ندور على حل نرجع ذاكرتنا بقوة، بدنا ننام من 7 ساعات ل8 ساعات نوم حقيقي بدون تقطيع. جرب تعيش لحظتك، يعني قلل من المشتتات وركز على الشيء اللي عم تعمله. وأما عن الشيء الأهم هو إنك تخفف موبايل، يعني استعمله بوعي، وحدد له ساعة أو ساعتين كحد أقصى باليوم، لأنه صدقني بيشتت العقل وبيعمله تعفن. النسيان مو دايما شي خطير، بس المشكلة الأكبر إذا تركناه. درب عقلك مثل ما بتدرب عضلاتك، وصدقني رح تتفاجأ قديش إنه ذاكرتك قوية. خليك حاضر، وذكر حالك دايما إنه مخك أغلى كنز عندك. ولهون بيكون أعطيتك معلومة ببساطة. السلام عليكم.